انتوا عارفين ان الصدقة مش نوع واحد بس، انواع كتير. يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ واول جمعة من شهر رمضان المبارك. قررت كده ان انا اعملها في اجواء كده مختلفة، بعيدا بقى عن جو البيت. عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، احنا في شهر مفترج. ادعوا بكل اللي انتوا عايزينه، وتمنوا لي كده دعوة حلوة معاكم. طبعا بما ان النهارده الجمعة، ما تنسوش تقرأوا سورة الكهف وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام كتير، وتدعوا بقى باللي انتم عايزينه، وما تنسونيش من دعائكم. انتوا عارفين ان الصدقة مش نوع واحد بس، انواع كتير. طب ايه بقى انواع الصدقه؟ ولو تقدر تعمل نوع واحد من الصدقات، شوف بقى الثواب اللي انت هتاخده قد ايه. النهارده هيكون موضوعنا عن الصدقات من سلسله خير صغير ثواب كبير. اول نوع من انواع الصدقه وهي تبسمك في وش اخيك. تبسمك في وش اخيك صدقه. اضحك كده وانت بتتكلم مع الناس، ما تبقاش كده قاعد مكشر وانت بتتكلم، لا، اضحك تبسم، ده النبي تبسم صلى الله عليه وسلم. وشوف بقى لما انت بتكون بتتبسم وبتضحك في وش اخيك، واحنا في ايام مفترجه زي دلوقتي، شوف بقى انت ثوابك هيكون عامل ازاي، والخير اللي انت هتاخده قد ايه. من فكره بس ان حد يدعي لك، يا ده وشه بشوش وهو بيتكلم معايا، يا دي وشها بشوش قوي وبتضحك وبتبتسم وهي بتكلمني. تبسموا في وش الناس. تاني نوع معانا من الصدقات وهي فكره ان انت تتقرب لربنا سبحانه وتعالى باي حاجه بسيطه منك. والحاجه اللي انا بكلمك عليها هنا دلوقتي وهي صدقه المال. تصدقوا باي حاجه معاك ولو بسيطه. لو يا سيدي هتتصدق بجنيه واحد، تصدق بجنيه. شوف كده ان انت تنوي النيه كل يوم في رمضان. لو انت مثلا بتروح شغلك، او انت بتروحي شغلك، بتروحي الجامعه بتاعتك، ان انت كل يوم كده تطلعي مبلغ بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى بس لحد محتاج. وتنوي النيه اهم حاجه قبليها، ان انت نفسك ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك حاجه معينه، نفسك في حاجه معينه ربنا سبحانه وتعالى يحققها لك في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي. فتصدقوا بينكم وبين ربنا، وشوفوا كده سبحان الله الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى هيجيبه لكم لما تطلعوا مبلغ بسيط من المال وتدوه فعلا لحد محتاج. تالت نوع من انواع الصدقات وهو صدقه الاطعام. في اكتر واحب من صدقه الاطعام في الايام المفترجه اللي احنا فيها دي؟ تصدقوا لو بطبق زياده من الاكل اللي انتوا كلتوه في الفطار وتنزلوه لاي حد محتاج. انزلوا وزعوا كده الفطار على الناس في الشوارع، ادوهم حتى لو ازازه ميه وتمر. شوف كده ان انت تساعد حد ان هو يكسر الصيام بتاعه، ده انت ثوابك فيه كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى ازاي. رابع نوع من انواع الصدقات وهي الصدقه اللي اجرها كده مستمر. زي ايه؟ زي مثلا ان انت تجيب مصحف كده في الشهر الكريم اللي احنا فيه ده، او في اي وقت من ايام السنه، وتحطه كده في مسجد. كل ما حد يجي يقرا منه، كل ما انت هتكون بتاخد ثوابه. جيب سجاده وحطها، جيب مثلا كرسي وحطه في مستشفى، جيب اي حاجه بسيطه وتصدق بيها للناس. شوف دي بقى اجرها هيكون مستمر ازاي. الكلمة الطيبة صدقة، وده خامس نوع معانا. فكرة ان انت تقول كلمة طيبة لحد. شوف اصلا اثر الكلمة دي على الانسان اللي انت بتقوله عليها دي بتكون كبيرة ازاي. تصدق لو بأي حاجة بسيطة عندك، وشوف أثرها هيكون على غيرك عامل ازاي. الأثر بتاعها بيكون كبير قوي. ما تستكبرش ان انت تقول كلمة حلوة لأي حد. ايه ده، انت الطقم بتاعك ما شاء الله جميل، انت ما شاء الله وشك بشوش، يا تسلم ايدك يا امي على الاكل اللي انت عاملاه النهارده. اي كلمة بسيطة لأي حد لو بسيطة بجد بتفرق جدا جدا معاه. وشوف بقى الثواب عليك انت والتأثير اصلا على الشخص اللي قدامك بيكون عامل ازاي. وبس كده، استنوني ان شاء الله في فيديو جديد الجمعة الجاية من سلسلة خير صغير ثواب كبير. وبس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم. عليكم السلام.